ازيكم احلى متابعين قناتنا افكار وابتكار. يا رب تكونوا بخير. صباحكم كله بركه وسعاده وراحه بال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي، اكله دمياطي، او هنعمل البط بالطريقه الدمياطي عشان نطلع منه ان شاء الله احلى شوربه واحلى مرته او احلى مرته زي ما احنا بنقولها هنا عندنا. هنعمله بالطريقه ازاي؟ يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك معانا ان شاء الله كل جديد. اول حاجه دول بتاع يعني 6 بصلات متوسطين او 5 كبار. هنحتاج عليهم معلقه ملح كده محترمه كبيره، رشه فلفل برضو يعني معلقه صغيره مليانه. البصل طبعا بيحب الكمون، وعشان الانتفاخات والحاجات دي طبعا لازم معاه كمون. حطينا كده معدل معلقه كبيره برضو كمون. كده كله هنا. ورشه زيت، بقى كل الكلام ده كده حلو في بعضه. في ناس يا جماعه بتسوي المرته دي على النار، بس انا يعني شايفه وجربتها اتلقيتها كده احلى، مش مستدعيه ان انت تسويها على النار. وفي ناس بتحط معاها زبيب، بيبقى حلو برضو، بس يعني انا عندي ما بيحبوش الزبيب فيها، فانا عاملاها من غير زبيب. اللي حابب زبيب في الحشوه دي بتبقى جميله قوي. بصي ده لون المرته بعد ما غيرت، بعد ما قلبتها كويس اتغير لونها للون ده. هنرجع واقولك ما بسويهاش على النار، لان اصلا البط بياخد سوا يعني بياخد وقت كتير، فبتبقى البصله دبلانه قوي ومهريه قوي بصراحه، ما بتبانش، ما بيبقى لهاش طعم. هي عامه البصله بتاعه المرته ما بتبقاش مهروسه قوي او مفرومه قوي زي البصله بتاعه اللحمه الكفته والكلام ده. حاجه البطه غسلها كويس، وربنا يسامحه بقى بتاع الفراخ اللي جايبها لي، بصراحه كان جايبها لي فيها ريش صغير كده، قعدت اشتلته اول مره بصراحه يعملها معايا، بس اما اشوف. هنبدا بعد ما غسلتها كويس ونقعتها على قد ما تقدري، يعني لو ساعتين يبقى حلو قوي. ميه وملح وخل، وتحاولي تدخلي الخل كده في بطنها، عشان اهم حاجه بطنها اللي بتدي ريحه الزفاره او الريحه اللي مش مستحبه. اهم حاجه ان انت تدخلي الملح والخل في بطنها، تدعكيهم كويس. وليمونه برضه او نص ليمونه على حسب ما انت عايزه، وتنقعيها من ساعه لساعتين، وبعدين تشطفيها كويس ونملى بقى. بصي اكبسي على قد ما تقدري، ده نظامنا بقى هنا في دمياط. عايزين البطه كده، بصي حتى لو انت جايباها عصفوره قد كده اكبسي بقى، هتبانلك خروف. بس هي والله مش عصفوره، هي ما شاء الله حجمها حلو، تقريبا معديه 3 كيلو. حتى لو فضل معلقه في الطبق ولا حاجه بنزودها في ميه الشوربه برضو بتديلها لون. خليكي معايا للاخر بقى اوريكي هنعملها ازاي، وهندخلها الفرن هتطلع معاكي زي المشويه ازاي. هنا انا هبدا اخيطها، طبعا في فيديوهات في السمان والعصافير واليمام والحاجات الصغيره دي كلها انا بقفلها بالخله بتاعه الاسنان، بس طبعا في البط عشان بيبقى جلده ماسك شويه او ناشف شويه بخاف تفك مني بصراحه، لكن في الحاجات التانية بصراحه بتبقى جميله قوي ما بتفكش كده. يا مرايس قفلتها من هنا من تحت، وقفلتها برضو كويس من عند الرقبه كده. اهم حاجه تقفليها كويس عشان البصله وهي بتستوي ما تخرجش منها. سيبها على اي حاجه الماء. بصي هي الخطوات دي ممكن تبان لك بسيطه وملهاش اي لازمه، بس بتدي للبط طعم وريحه بجد حلوه، بتطلع معاكي بجد ريحتها كده عنبر مسك يعني بصراحه. تاكليها على الريحه. بصي انا هسيبها كده بقى وهنروح على البوتاجاز هوريكي هنشوحها بايه.
وبكده يا مرايا هنبدأ بقى نشوحها. شوف بقى التشويحة الصح اللي هتخلي ريحتها جميلة قوي، تطلع معاكي ناجحة. اول حاجة انا حطيت زيت. البط بصراحة ما بحبش اعمله بسمنة علشان هو البط اصلا بيبقى تقيل، فمش عايزاه اتقل من كده كمان، يعني نخلي حاجة ايه خفيفة كده. ده كان فص مستكة على كام فص حبهان. ويا جماعة المستكة البلدي للي ما يعرفهاش بيبقى لونها مصفر كده، انما المستكة اللي ملهاش اي لازمة وما بتديش اي ريحة ولا طعم بيبقى لونها ابيض وبتبقى كبيرة. المستكة البلدي بتبقى صغيرة. قرنفل 3 عيدان بالظبط او مسمار زي ما بتسميه عندك، احنا هنا بنسميه قرنفل. شوية كده محترمين ورق لورا. وقلت لك قبل كده اللي بيضيع ريحة الزفارة كبيبة صيني. بصي نديهم تشويحة كده في الزيت حلو بس ان ريحتهم تطلع. ويلا نقول بسم الله. بصي هنحط البطة، نخلي الصدر بتاعها هو اللي يكون تحت. مش قلت لكم بسم الله ما شاء الله حجمها حلو، يعني ما شاء الله في الحله اهي يا دوب. ده الطبق اللي احنا كنا عاملين فيه المرصه بتاعتها او المرصه بتاعتها. حطيت فيه شويه ميه علشان ننزل كل المرصه بقيتها، والكبده طبعا والقنصه والرقبه. وكنت انا جهزت فكات الميه سخنه، هزودها ولو عايزه ميه هحط لها تاني. اهم حاجه عشان ما تطلعش برضو ريحتها مش حلوه او تاخد وقت كتير في السوى الخطوه دي. هي كده هزود لها شويه ميه مغليه، واما تستوي هرجع اقولك هنعمل فيها ايه. ولسه هندخلها الفرن، هنتبلها بايه قبل ما ندخلها الفرن. وان شاء الله هنعمل مع بعض رز. انا هجهز صينيه بطاطس، طبعا دي مش محتاجه اوريها لكم. هجهز صينيه بطاطس وهوريكم الرز بالكبد والقوانص هنعمله معاه ازاي. كده يا مرايا البطه بتاعتنا كده خلاص استوت، وحطيت لها معلقه الملح بتاعتها. يعني انت بقى بتظبطي الحدقه على حسب. بصي عرفت ازاي؟ الشوكه اهي ما شاء الله بتغرس فيها. وتعرفيها كمان الورك بدأ يطلع لفوق اهو، بدأ يفضى. اول حاجه بقى هننقل البطه بتاعتنا هنا، بس هنسيبها بس كده ايه. انا كده غسلت الرز زي ما قلت لك، هنعمل الرز بالكبد والقوانص. غسلت الرز وهنحط عليه قطعه الكبد والقنصه بتاعه البطه، هنحطهم كده عليه. هنقلب كويس. وهنحط معانا معلقه الملح بتاعته. يلا نطلع البطه. وزي ما انت شايفه يعني صينيه البطاطس ما شاء الله خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع البطه هنا نسيبها تبرد. نسيبها تبرد براحتها عشان لسه هقولك هنعمل فيها ايه. بس انا طالما عاملين بط بقى لازم شوربه البط. هزود فيها الرز. هزود بيها الرز كده عشان ايه احنا كده بشوربة بط صح. واقلب الرز تقليبه كده واسيبه يتشرب براحته لغايه لما يستوي. وهرجع اقولك هنعمل ايه في البط. مش عارفه الصوت واصل معاكي ولا لا عشان المايك بصراحه بيقع. هنحط معلقتين زيت خفاف قوي لان البطه الشوربه بتاعتها ما شاء الله دسمه.
واول ما يتشرب هنقلبه تقليبه ونروح بقى للبط. نتبل البطه باحلى تتبيله. المايك ده في حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتبل بقى معانا البطه باحلى تتبيله قبل ما ندخلها الفرن. بصي هي ما بردتش قوي ويستحسن الحركه دي يعني، وهي ايه تقدري تستحمليها بايدك عشان تتشرب التتبيله كلها. رشه ملح ورشه فلفل كده زي ما انت شايفه، وهندعك في نص ليمونه. الخطوه دي بقى بتخلي البطه بصراحه تطلع معاكي تحفه. هنعمل هنا شويه صلصه، بتديها بقى لون حلو قوي زي المشويه كده بالظبط. الخطوه دي بتفرق جامد بصراحه يا جماعه، ما تكسليش والله. بصي هتخليكي تقولي اكلك منين يا بطه، اكلك منين. بس انتي بس ركزي معايا كده في الخطوات وامشي ان شاء الله هتطلع معاكي جميله جدا. بصي انا بحب احمرها على الظهر، يعني بحب احمر ظهرها الاول، يعني انا هثبتها على كده. هنعمل هنا برضو نفس المرحله، شويه فلفل علشان لما اجي اطلعها ما اقعدش اقلب، هي تبقى ايه ثابته على الوش بتاعها بقى، وانقلها في طبق التقديم على طول. ادي شويه ملح، وادي نص ليمونه، وتدعكي كده كويس فيها نص ليمونه على حسب ما انت عايزه. وبقيت كيس الصلصه. شوفي بقى الجمال كله بعد ما تطلع ان شاء الله من الفرن. وزي ما انت شايفه كده صينيه البطاطس ما شاء الله برضو خلصت. انا هبص بصه بقى على الرز علشان هرجع لك بقى اوريكي هنغرفهم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي ريحه بقى وجمال. ايوه كده، هي دي اكله البط الصح، مش شغل كروته بقى ويلا حبه رز. والله اقسم بالله انا شفت ناس بتجيب البط حتى يعني نظام ايه، اشطف واحدث، تشطفها تحت الحنفيه وتحدث في الحله على طول من غير اي حاجه. مش عارفه بصراحه بياكلوها ازاي، بس بألف هنا على اللي بياكلوها. بس امشي الخطوات صح واقسم بالله هتطلع معاكي تحفه. انا كده هدخلها الفرن وهرجع اوريكي بقى هنعمل فين. كده يا مرايا عملنا مع بعض احلى بط دمياطي. بصي بسم الله ما شاء الله بطه طالعه ازاي، والريحه. الصينيه سخنه. مش عارفه ايه حكايه المايك النهارده، بس برضو ورا. بسم الله الرحمن الرحيم. همسكها اوريها لكم. بصي اللون بقى والجمال، بسم الله ما شاء الله. نخش بقى على التقيل بقى. بصي احلى طبق رز مفلفل بالكبد والقوانص بصراحه يتاكل بس لوحده خالص. بصي هو نفس الوقت اللي انت هتطبخي فيه الاكل ده كله، نفس الوقت سوى البطه، نفس سوى البطاطس، نفس طريقه الكبد والقوانص. يعني مش هنخسر حاجه لما نقطع الكبد والقوانص ونعملها كده على الرز، تغيير وشكل جديد وطعم برضو روعه. تحسي كده ان انت ايه تاكليهم. وكمان ايه هعمل معاكم ايه الفينش النهائي اللي احنا بنعمله. هنزين الطبق. يعني من الاخر انت لو داخله المطبخ بحب وانت حابه الموضوع ان انت تخشي المطبخ، لما اجيب لكم هنقل البطاطس هنا واجيب لكم البطه قريبه عشان تشوفي برضو معايا هنزينها ازاي. زي ما بقولك كده، لو انت داخله الموضوع واخده الموضوع بحب بقى، انا داخله اعمل لهم النهارده حته اكله تحفه هياكلوا صوابعهم ورا. هتطلع معاكي بجد تحفه، وهتطلع جميله، وهتطلع طعم وريحه. انما زي ما قلت لك كده احدف واجري دي
وتروحي حادفه البطه في الحله وخلاص والموضوع انتهى. هي نفس السوى ونفس الوقت وكل حاجه، مفيش اي تجديد ولا في اي تغيير. بس يعني من الاخر اسلكي نيتك يا سعديه، هتعملي احلى لقمه هنيه. لو انت داخله المطبخ بحب وسالكه نيتك انا هعمل حاجه حلوه النهارده، انما لو داخله بقى متضايقه واكله وخلاص مش هتديكي نفس النتيجه. بس زي ما قلتلك العين بتحب تاكل برضو، يعني ما تدي فينيش كده نهائي شكله حلو. دقيقه واحده هو انا معاكي، ما كملناش دقيقه. في شكل جمالي بس للطبق بتاعنا. الليمونه هنا كده يا مرايا برضو زين طبق الرز. بصي دي فلفله حمراء وفلفله، حاجه بسيطه قوي مش هتاخد منك اي وقت. بصي بسم الله ما شاء الله الرز بتاعنا عاملينه بشوربه البط، حاجه كده تحفه صراحه. ريحه الاكل يتاكل كده وانتي واقفه. طلعنا منها بسم الله ما شاء الله احلى شوربه. بس الشوربه تقيله ما شاء الله وعامله وش جميله ازاي. احلى صينيه بطاطس. ويا ريتني والله العظيم اقدر اودي لكم بيت بيت واشكركم واحد واحد واقدم لكم الاكله ديت واوديها لكم بيت بيت، والله ما هتاخر. يلا جربيها انت بقى بنفس الطريقه وهي هتطلع معاكي نفس الشكل ونفس الطعم ان شاء الله. ولو عجبتك الاكله بتاعتنا النهارده لايك وشير واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.